السلام عليكم يا احلى اصحاب واجمل متابعين. جايب لكم حلقه جديده النهارده فيها كلام هيعجبكم، وخليكم معايا للنهايه وما تنسوش تسيبوا رايكم في التعليقات. النهارده هنلعب تمرين الدراع. الدراع هنلعبه ازاي؟ زي ما انتم شفتوا هو التمرين محدش يشيل ثقيل. هنبدا يلا مع بعض انواع تمارين نقدر نتكلم فيها عن التمرين الدراع. والدراع دي بيساعد في ايه وايه العضله المساعده ليه. هنتكلم النهارده عن تمرين الدراع وهنلعب التمارين كلها بطريقه الدمبل. تمرين من الاساسيات اللي في عضلات كمال الاجسام، وبيساعدك في معظم حركات في الظهر، في تمرين الظهر، في تمرين البنش. وهي عضله مساعده بتساعد في جميع عضلات جسمك. في في تمرين البنش العضله دي بتتحرك. في تمرين الظهر برضو العضله بتتحرك. زي ما انت شايف هي بتساعد ووسيله مساعده جدا في التمرينات بتاعت الجسم كله وانت شغال. هي بتشتغل في العقله كمان، بتشتغل في جهاز السحب الظهر. العضله دي شغاله معاك اللي هي عضله الباي. طب العضله دي لازم تبقى قويه عشان تقدر تساعدنا في جميع العضلات، وتخلينا واحنا بنشيل وزن نتمكن فيه. طب ازاي نقدر نقوي العضله دي؟ العضله دي لها كذا تمرين. انا النهارده هلعب التمرين ده، هلعب العضله دي بتمرين الدمبل. وهو هنلعب تمرين الدمبل واحنا واقفين، يكون الدراع جاي جنبك كده، مش مفتوح، الكوع مش مفتوح، لا جاي جنبك. وبتلعب بالطريقه اللي انت شايفها دي. لو انت عايز تلعب بالدمبلين بالدراعين تلعبه، عايز تلعب بدراع واحد تلعبه. دي طريقه. الطريقه دي ممكن تلعبها 4 في 8، 12 في 4. انت ممكن تلعب كده. الحركه الثانيه من حركات الباي اللي هي الدمبل الشاكوش، اللي هو كده. ده الشاكوش اهم حاجه عشان العضله دي تستفاد. ما تخليش في فراغ بينك وبين الجنب زي كده، لا، خلي دايما دي تبقى التركيز كله على عضله الباي كده. اه ممكن تلعبها بدراع واحد، وممكن تلعبها بالدراعين، تشغل الدراعين مع بعض. دي طريقتين من طريقه الشاكوش وطريقه الايه، الحركه اللي هي الايه، اللي هي المستقيمه. حركه الدمبل يكون مستقيم. حركه الشاكوش في معظم حاجات كتيره جدا زي كده. ممكن تلعب برضه ده بيظبط، بيضرب 3 عضلات في بعض او 4 عضلات. لو انت مركز هتلاقي العضلات كلها شغاله. الكتف، العضله اللي هي المنطقه دي عندك عضله 2 3 4، هم 4 عضلات في منطقه واحده يعني. والكتف دي ممكن بتحسن من طريقه لو انت بتلعب استعراض او بتطلع بطولات في كمال الاجسام. دي بتحسن من الشد الوضع، بتحسن من شد الوضع وقوه الباي. ال- الاجزاء اللي انت شفتها قدامك دي عضلات اساسيه وحركات اساسيه اللي انت تقدر تلعبها بالدمبل. طبعا في اجهزه، جهاز اكستنشن للدراع. في عندك كمان اللي هو ممكن تلعب بالبار. بس دي بالنسبه للتمكن اكتر، والعضله بتبقى انت متمكن فيها اكتر بالدمبل، اللي هي العضله الحركه المستقيمه وحركه الشاكوش. دي تلعبها بتشغل معاك جميع عضلات الدراع.